بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا الموقف، حينما يحتار الإنسان بين أن يتقبل العزاء وأن يعزي في هذا الفقيد الكبير، بلا شك أن الكلمات تضيع بين هذا الموقف وذاك. القامات الكبيرة والرجال العظام هؤلاء لم يولدوا لأنفسهم ولا لذويهم، ولكنهم ولدوا لأمة حتى يصنعوا تغييرا فيها، وحتى يصنعوا منعطفا في حياتها. وأحسب أن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة يجمع كل من لاقاه تلميذا أو صاحبا على هذا الموقف، على هذا الاعتبار، بأن الشيخ بلا شك هو حالة في الأمة لا بد وأن تنصف. وإن كثير من الناس غاب عنه جوانب من حياة شيخنا الكبير، إلا أنه الذي صاحبنا فيه عقود من الزمان، مجاهدا داعما، كان في كل المواقع التي شاهدناها معه منذ تأسيس هذه الحركة المباركة، سواء في مجالس شوراها وكان في قمتها، أو في ساحات القضاء فكان أيضا هو رمزها، أو حينما نلجأ إليه فيما يعترينا من قضايا فقهية وما أكثرها، فكان الشيخ الكريم والشيخ الجليل يتصدى لها، وكنا جميعا نتواطؤ على السماع لرأيه.